فكره ان بوشكاش يجي يدرب في الدوري المصري. ده الشربات اللي في الدنيا. بوشكاش انك تقعد تتفرج عليه تشوفه. كان بيحضر عيد ميلاد ابني، يعني عيد ميلاد ابني مدحت ده اللي هو مشهور بلالا بقى. هو انا يقولوا لي يا ابو لالا في بورسعيد. كان بيحضر فيه 400 500 واحد في البيت، في بيت العيله، وبوشكاش يجي بمراته ويحضر. عندي صوره والحاجات دي. بوشكاش شخصيه نادره الوجود، خفه الدم. وعلمته الشتيمه انا برضو المصري، يعني بسلم على الناس ويشتمها. قال لي يعني دي التحيه. كان دمه زي العسل. مرة كنا قاعدين، أنا كنت بقعد في كافيه في سوق كده، والناس تعدي تحييني كلها وبتاع، وهو قاعد جنبي. طبعا هو مشهور جدا. كابتن مدحت يا بطل، أنا اتفضل. كابتن مدحت يا زعيم اتفضل. محدش بيقول له حاجة، هيموت هو ازاي؟ ده بوشكاش وأنا مين أنا جنبه يعني؟ اتفضل. راح قايم واقف الرصيف الصغير، قال لي ايه كله اتفضل اتفضل. يقعد فين؟ يقعد فين كل ده؟ زعلان ان ايه ان انا بقول له كده. حصل موقف عجيب بقى مع بوشكاش والدزوي. دزوي طبعا ثعلب الكرة المصرية. جم ناس في منطقة عندنا في بورسعيد اسمها القبوطي. القبوطي دي الزرايب بتاعت اللبن، الجاموس اللي ياخدوا منه اللبن ويوزعوه بتاع. منطقة في بورسعيد مشهورة جدا. فواحد عاوز يعمل ماتش اعتزال، بيلعبوا كورة برضه وكده. فالدزوي دعوه هيجي، فجم قالوا لي ممكن بوشكاش يجي؟ قلت لهم بوشكاش؟ قالوا نبا كابتن وي وي وي. فرحت له بقى قلت له يا مستر بوشكاش في منطقة هنا زي الريفيرا الإيطالية، ملعب ترتان والجمهور كله بالسموكين وي 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 وي، ونروح عاوزينك انت بالذات. ودزوي، فاكر كابتن دزوي لعب ضده بقى المجر ومصر هنا زمان كسبونا 11. كان براسكوس جون، قالوا نجم المباراه براسكوس، طلع 5000 جون باين. المهم ايه، ورحت لمدير النادي كان مصطفى الشناوي، راجل حازم جدا. قلت له يا كابتن الناس طالبينك، وما حدش قال لي هاته. قلت له كان لعيب كوره جامد في مصر. قلت له طالبينك عشان المباراه دي يعني وكده، بس عاوز 5 فانيلات والنبي من النادي وكور وبتاع. قال له مسؤوليتك؟ قلت له خدت 5 فانيلات من الفريق بتوع الفريق الاساسي والكور. ورحنا خدت بوشكاش ورحنا، واحنا داخلين بقى القبوطي في ريحه الجاموس والبقر والحاجات دي. ابتدى يشم، ابتدى وشه يتهز، وما يتعصب خده يرقص. انا شايفه خد رقص وانا سائل على الراحه. هيضربني، بيضرب هو يا غاوي يحب يضربك وكده. دي ريفيرا ويشتمني كلب كلب كلب. دي ريفيرا كلب كلب. وصلنا الملعب، رحت ايه نازل من العربيه، وهو نزل راحوا ملمومين عليه بقى. مفيش بقى سموكن بقى، كله لابس لبس عادي وجلاليب وحاجات وبتاع، ويمسكوه ويشدوا ويبصوا عاوزنا انقذه، يعني انقذ مين انا؟ المهم وصلنا اوضه اللبس بالعافيه. دخلنا الاوضه، ما كانش فيها شباك وبتاع، فضلنا شويه كده. قلق هو من الاوضه يعني. الدزو كان عشان يلبس الدزو كان 60 سنه وقتها. فبص كده لقى فخد الكابتن سيد رفيع بقى، كبر الراجل. قال لي دي دزوي؟ قلت له دي دزوي. نزل دماغه، لا تتخيل الضحك، هو عاوز يضحك وهيموت. ازاي بوشكاش العظيم الملوك بيقابلوه يروح الزراج، يروح بالطريقه دي يعني. المهم لبسنا ونزلنا الملعب. واحد واقف على بعد كيلو كده قبضايه، لابس برنيطه قدام البحيره، بحيره المنزله، وبيزعق للعمال شعر. وبوشكاش ده شاط دانا، راحت جايه في دماغ الراجل. دين الراجل بقى في الميه اللي هو بيزعق وقالب الدنيا ده، وراح طالع غرقان. مين اللي ضربني بالطوبه؟ طوبه هي الكوره جت في دماغه. المهم 3 تجوان يجيبهم بوشكاش، والدزو يجيب جون يوميها.
يوم تاريخي بقى. فقال لي يقول مستر دزوي ان انا عازمه على العشاء يعني. هو كان كريم جدا صراحه. رحنا مكان فيه شرب، اشربوا بقى، وانا قلت ما بشربش، اكل كده حاجه. المهم الدزوي قال لي قول له ان هو احسن لعيب في العالم. فقلت له مستر بوشكاش، مستر دزوي tell you the best player in the world، انت اعظم لعيب في العالم. قال لي نو. قلت له نو ايه؟ قال له قول له هو اعظم لعيب في العالم. ما هو شربوا بقى، ده يقول ده اعظم لعيب وده يقول اعظم لعيب، ابتدوا يشتموا بعض الاثنين، وانا هموت من الضحك، مش قادر امسك نفسي. وراحوا قايمين، انا قلت هيضربوا بعض الاثنين، وراحوا معيطين والله كده، وراحوا حاضنين بعض، وكل واحد يضرب التاني على قفاه، وانا بقيت اعيط مش قادر على قفاه، طق 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 طق، خرب بيوتكم. وراح بوشكاش حاطط ايده في جيبه ب 500 جنيه مديهم لمين؟ دزوي نو هيمسكوا في بعض. قلت له يا كابتن خدهم بقى، الراجل بيديك هديه يعني. يعني بوشكاش اسطوره. ومره بنلعب المنيا واتغلبنا هناك 1-0، الجمهور ابتدى يضربنا بالطوب، احنا على اللاين، جرينا جوه، بقينا على السنتر. اقول له يا بوشكاش تعالى، يقول لي نو يا بوشكاش، اكل طوبه في خده لقيته جاي يجري. قلت لك يا راجل. بس كان لذيذ. اتفرج عليه في اوروبا بقى لما نروح. السيد متولي كان بياخد النادي المصري اوروبا كل صيف، وياخد ويجيب 40-50 واحد من اصحابه واعوانه برضه مع الرحله. سيد متولي برضه كان اسطوره يعني للحق قوي، بيحبوه طبعا. واحنا كنا بنطلع الثالث، وقال لهم انا بطل الدوري، اهلي وزمالك الدوري لوحده، احنا بطل الدوري الثالث. قال لهم انا لو دربت اهلي او زمالك اخد الاول. لا كانوا بيحبوه طبعا. بوشكاش حاجه عالميه، ومتولي قال لهم انا رايح اجيبه. الناس تفتكروا انه بيهجص، رحنا لقيناه جايبه في الطياره معاه وهو جاي. تخيل. يا سيد متولي طبعا صرف 50 مليون على النادي المصري وما جابش بطوله، لكن وصل نهائي الكاس 3-4 مرات، منهم في الثمانينات بوشكاش، عادل الجزار وانا. بس انا لعبت بدون سيد متولي وبدون اللعيبه المحترفه. قبلها بسنه طلعت الاهلي هنا من الكاس في دور 16 لما سحبت الفرقه ورجعت كسبت الماتش، بس يعني للاهلي برضه. فلما وصلت نهائي بقى كنت كسبان سنتها سنه 90 اهلي وزمالك في بورسعيد 1-0 جمال جوده. حتى ماتش منهم الجمهور طلع جوده واقف ما بيعملش حاجه، طلع جوده مرتشي، ده ليا بقى طلع، راح جوده جايب جون، هم بقى جوده ونزلوا شالوني. نزلت لقيته واقف جنبي، قلت بتعمل هنا ايه؟ قال لي اتطردت. قلت له امتى؟ قال له انت بتشجع الجمهور، بيشجعك. جمهور بورسعيد من اظرف الجماهير اللي تقابلها في حياتك، دمهم زي العسل، ولو حبوك خلصت المهمه، ما حبكش والنبي لو عملت ايه ما في فايده. يعني كنا نكسب ماتش، دي مش كرة دي فقوسة، الجمهور كله اتغلبنا، دي مش كرة دي فقوسة، يعني انت برضو ايه اللي غلبتنا، واحلف بسماها وبترابها، فقوسة هو اللي خربها، حاجات كده. وهتف فاروق جعفر وابو رجيلة، بس حاجات ما تتقالش يعني. فيعني المواقف كانت جميلة وحلوة. فانا الغرور خدني وقلت ان انا خدت الكاس وانا كسبانهم بقى السنه اللي قبلها والسنه دي وبتاع. اتمسح بينا الارض، موتونا من يومها ما دخلتش النادي. دربت المريخ بعدها والحصان الاسود طبعا. محمود ابو الدهب يحط رجله دانا طلع سمير كمونه دانا مدفعيه. انا كنت اسميهم المدفعجيه دول. وحاليا ما فيش حد بقى في الشوط. بتتكلم دون الفطر، حمزه الجمل، اوف، حمزه مره جاب جونين شبه بعض. يعني انا قلت الجون بيتعاد ولا ايه؟ ها؟ بشويق ما فيش. ده اللي كان بتيجي الكره 30 يارده جون، 30 يارده اقول جون، يخش هو يديها صراحه.
ابو الدهب دربته في المريخ برضه يا كابتن. أيوة، أنا لما اللي- جالك في أنا المريخ اللي هو ويوسف خليفه يعني الجيل بتاع يوسف يعني خليفه ومجدي عبد الغني بقى الفرقه لا، دي مجدي بعد ما جه مسك بعدك. أنا. بس انت جبت ابو الدهب ويوسف خليفه. يوسف ده جبته من كان- غزل دمياط كان وقتها. حته لعيب كوره. طيب من بيلا كفر الشيخ هو يوسف. ايوه، وهيدرز ايه ولاعيب ايه وحكايه. كان لعيب ورواية. بحكايه برضه. ما هم دول خلوا لي الفرقه الحصان الاسود. جبت جوان. ده انا جبت في الزمالك جون من 45 يارده محمود ابو الدهب. اتضربت قبل حسين السيد وجت فوق. تعادلوا كانت فرقه 1-1. جامده قوي يا كابتن مدحت. لما جينا هنا ادونا 4 مع الرأفة. انا اخدت نص حبايه، واحد اداني نص حبايه مهدئ عشان لقيت 80,000 في المدرجات، وانا فاكر هيجي 2000 ولا حاجه من المريخ. فارتبكت شويه كده، فقال لي حبايه مهدئه، رحت واخدها وشارب شاي. بجمع الفرقه بعد 10 دقايق، قلت لهم الزمالك دي فرقه تعبانه وما عندهاش فكره، وانتوا لعيبه كبار هتكسبوهم زي ما انتوا عاوزين. لقيت نفسي بقول كلام مش بتاعي، انا ما بقولش كده. نزلت الملعب، رحت عامل علامه النصر، كلت شتيمه. نزل ايه ده يا فاوسه ابن كذا ابن كل حاجه، بهدلت. نزل ايه ده، جم نزلوا لي ايدي. لما دخلنا قعدنا على الدكه بقى، لقيت رجلتين على الارض واتنين مفرودين. الله، ونفس الجزمه ما غيرتهاش. مش ممكن والله. حته يوم رحت مطلع السيجار وقاعد ايه اشرب، ودماغي دي رايحه، انا عارف ايه الموضوع ولا ايه الحكايه، ما اعرفش. كان 3 اجوان في 10 دقايق. 10 دقايق كل جون يدخل هو مسقف مع الجمهور. فين الاجوان؟ مش ممكن. المهم قالوا لي الجون وحش يا كابتن، كان حصل نصر. قلت لهم يعني ايه وحش؟ ما ماله، ما كويس. انا مش عارف في ايه، احنا واكلين 3. قالوا لي نغيره، قلت لهم غيروه، انا ماليش دعوه بالماتش بقى. غيرناه، نزل جون تاني اسمه السيد، كان جون كويس، صد بتاع 20 جون ودخل فيه جون ايمانويل. وجم الصحفيين: يا كابتن اللي حصل في ايه؟ حصل فين؟ مش عارف. قال لك الشوط الاول. قلت لهم كويس، ماله؟ قالوا انت كانت 3 اجوان. قلت له يا راجل 3. قال لك قلت لهم شفتوا الجون اللي نزل الثاني عامل ازاي؟ قالوا طب ما لعبتوش من الاول ليه؟ قلت لهم طب هتعرفوا انه كويس ازاي؟ مش لازم انزل ده 3 وده. طبعا تاني يوم لقيت الكلام ده في الجرايد وبتاع، جننت بقى. عملت اجتماع تاني يوم الصبح، اجتماع. والراجل الواد كان اسمه محمد عبد المنعم ملوح، ده كان دمه خفيف اداري. اتاري مديني نص صليبه. الصليبه دي كان الناس ياخدوا واحده دماغه في الباي باي، فانا خدت نص، فسلمت عليه وشكرته ان النص ب4 اجوان، ما تقوليش واحده ب8 ورحت نتعه قلم دي. والله. فدي بقولها عشان المدربين ما تاخدش حاجه قبل الماتش. قبل الماتش ما تاخدش حبوب خالص يعني. دي كانت من المواقف يعني المصيبه اللي كانت بتحصل لي. المصيبه الثانيه اللي هي بتاع ماتش الاهلي في الكاس 89 ده. قلت للعيبه يعني لما ناكل جول هقول لكم يلا ننسحب نمشي. كانت لعبه ناقصه يوميها، وادفع 2000 جنيه غرامه ان سحبت الفرقه وما تعباش جوان يعني. المهم يوميها ليلتها بالليل جه سيد متولي ومعاه البطانه بتاعه بقى. يا كابتن مدحت بقى مين الفرقه النهارده؟ قلت له طب انت عاوز تعرف الفرقه ليه؟ قال لي انا رئيس النادي. قلت له اداري ولا فني؟ عارف ان انا ايه مش هلعبه بقى. قال لي اداري بس عشان خاطر اخوك سيد. قلت له اخويا سيد يبقى اقول لك الفرقه. اديته فرقه مش هتلعب. طلع المقصوره قال لهم النهارده هيلعب فلان وفلان وفلان، وقال يعني ايه هو اللي حاطط التشكيل بقى. لا فرقه تانية في الملعب يخرب بيته، قاعد يشتم فيا طبعا. ما فيش ربع ساعه عادل عبد الرحمن من نص الملعب والله درين لقيتها جون فينا، والفرقه بتاعي واقفه كلها. رحت مجمع الحكم قال لي في ايه؟ قلت له ايه؟ اوف سايد. الفرقه واقفه كلها. قال لي اوف سايد. قلت له ما لازم انا اعمى ما بيشوفش. قال لي انا الغي الماتش. قلت له راجل الغيه. رحت واخد الفرقه وايه وداخل اوضه اللبس. قعدنا قفلت الباب شويه، بوم 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 الباب.
دخل متولي بقى في ايه بتزعيق بقى. قلت له لو زعقت هعمل لك مشكله قدام اللعيبه يبقى شكلك وحش. قال لي طب يا كابتن مدحت ايه اللي حصل؟ قلت له جون اوف سايد. ليه؟ اوف سايد؟ قلت له ما انت فوق تشوفها ازاي؟ لازم تقعد تحت عشان تشوفها مقصوره ما تبينش. الراجل طبعا جاله ذهول، قال لي طب احنا لازم نلعب مبادئ النادي وقيم النادي. قلت له النادي ما فيهوش لا مبادئ ولا قيم ولا في حاجه. قال لي طبعا عشان خاطر اخوك سيد. قلت له بالادب ممكن. شهدت اللعيبه عليه، قلت لهم لو حصل حاجه في الماتش هو المسؤول. قالوا خلاص يا كابتن. نزلنا ونزل معايا بقى الملعب قاعد. يوم طلعت منصور كنت لعبت وفرود انا، راح جايب جون بقينا 1-1. الشوط الثاني راح عامل هيد لقيتها جون، احنا كسبانين 2-1. الاهلي العب اكسترا تايم، جابوا جون هم، ويلعب اكسترا تايم خلص، العب ضربات جزاء. حماده يونس شاط شوطه وقع صوره الرئيس اللي ورا فوق، واحنا جبنا ال5 تجوان. تخيل دي. وبعدين اللعيبه شالتني، حياه الجماهير انا طبعا، ونزلت الصحفيين اتلموا. ايه اللي حصل يا كابتن؟ قلت لهم اللي حصل الحكم ده اهلاوي عارفه اما كنت بلعب في الاهلي وبيجامل الناس وبتاع، فخدت الفرقه جوه هديتهم وقلت الخطه. انا ما نطقتش كلمه ولا قلت كلمه وكسبنا الماتش. لقيت واحد ورايا بيقول لي مش اللي قلت لك العب؟ بلف لقيته سيد متولي. قلت له يا راجل ده انت قلت لي ما تلعبش وتصمم تلعب. فلي اخر مره احضر معاك ماتشات. دي كانت بقى من المواقف الحلوه جدا. وانا لما رجعنا بورسعيد طبعا شالوا الاتوبيس من على الارض الجمهور. وابو رجيله كان بيدرب الزمالك اياميها او المريخ، قابلني عند المطار خدني بالحضن وبسني يعني مبسوط. ولعبنا النهائي مع الزمالك واتغلبنا 2-1 في اسكندريه. بس جالي بقى ايه، لقيت واحد بيشاورني بورقه كده عند الاستاد، وصلنا بعد 6 ساعات. لقيته تلغراف ايقاف مدحت فقوسه 6 شهور عشان سحب الفرقه. وكان الجويني رئيس النادي وقتها. المهم لما رحنا نلعب الزمالك بقى انا في المدرج، فقاعد عاوز بقى انده على الفرقه اقول له يا جمال كذا، يوم الجمهور كله معايا يا جمال كذا. لقيتها بقى تهزيقه بقى مش هتنفع مش هتنفع. يا فلان اللي هم يا فلان يخرب بيتني. اتغلبنا 2-1 يوميها. هو كل يوم في يجي بطل عالم. ده انا اللي دخلت العالميه للكره المصريه. محدش جاب بطوله عالم. رحنا كاس عالم بس رجعنا نفس الطياره اللي رحنا فيها رجعنا فيها، ما جبناش لا حاجه ولا محتاج. حتى لما الجوهري الله يرحمه كان مدرب عظيم طبعا، بس اللي عمل الناس دي كلها عبد الصالح الوحش. خلي بالك عبد الصالح الوحش اللي عمل الجوهري، طه اسماعيل، عادل الجزار، طه الطوخي، كان شحته، كان عبد الصالح الوحش، بدو عبد الفتاح. عبد الصالح الوحش هو اللي خدني النادي الاهلي بالحق يعني برضه، وهو اللي اداني دبلوم في التدريب. كان صانع اجيال يعني ما يقولكش بقى ده معاه في دكتوراه في الكوره. ما فيش حاجه اسمها دكتوراه في الكوره اصلا، ما تتقالش. دكتوراه تبقى تروح تشتغل في مستشفى مش كوره. طب ايه انجازك؟ انت معاك دكتوراه، انجازك ايه بقى يا حبيبي؟ مش الدكتوراه يعني انت عامل انجاز فخدت عليه الدكتوراه ولا غلط يا كابتن؟ انت جايب مؤرخ يتكلم معايا؟ ما اعرفش ادي كده. هو ممكن يتكلم ويجاوب خلي بالك، بس هو مديني فرصه. يعني الحياه زمان حاجه. ولطيف برضه ليا موقف معاه، عارفه انت مع لطيف ده بقى يا مصط. انا ابويا حكي لي على اللعبه دي كلها. انا شفت مختار التتش. اللي ما شافش مختار التتش ما شافش حد. حاجه عظمه. عارف العظمه؟ راجل عظيم. اوف. يعني اللي عوضه شويه صالح سليم، لكن التتش حاجه وهم. قابلته كنا بنلعب الترسانه وطلعنا على نادي الزمالك، لقيت واحد قاعد على فوتيه حاجه قبها، وجنبه حسن حلمي واقف ومختار قاسم ومحمد لطيف وزقلط واقفين حواليه. ما اعرفش مين ده. قال لي خد يا ولد. قال لي انت ابن سيد فقوسه؟
قلت له قال لي احنا كنا بنيجي بورسعيد النادي الاهلي نتغدى في فيلة جدك، فاهم؟ قلت له عارف. قال لي لما يجي النادي المصري مصر انا اعزمهم في احسن فنادق مصر على الغداء. عارف انا مين؟ انت مين يعني؟ مش عرفني. قالوا لي الكابتن مختار التتش. يعني قلت له طبعا حد ما يعرفكش. قال لي جبت لي سمك وانت جاي؟ قلت له لا ما كنتش اعرف انك جاي. ضحك كده وبتاع، اللي بضحك معاك يعني. انا شفت التتش بقى حاجه بحكي اهو للناس اللي ما شافتوش، الأبهة والعظمه والشياكه وباشا قد الدنيا. محمد لطيف بقى كان حبيب ابويا قوي، لعبوا ضد بعض، كان ابويا كابتن المصري وهو كابتن الزمالك وبتاع. فالمهم جايين نلعب الاهلي ماتش قبل الدوري سنه 63، ماتش حبي. فقبل الماتش بينزل هو ياخد اسامي اللعيبه، قالوا له 7 مدحت فقوس. قال فين ده؟ فين الولد ده؟ انا قال كده، انا قلبي ده وقع. محمد لطيف بقى وانا عيل عندي 16 سنه ونص. رحت له انا. قال لي انت قاعد ابن سيد فقوس؟ قلت له قال لي ابوك كان كابتن المصري وانا كابتن الزمالك، عارف؟ قلت له عارف يا كابتن. قال لي ازاي ابوك يا ولا؟ قلت له تعبان شويه، اي حاجه عاوز اخلع منه. هو بيذاع الماتش بقى، قال وكوره مع مدحت فقوس ابن كابتن سيد فقوس كابتن المصري ايام ما انا كنت كابتن الزمالك، وربنا يشفيه من الوعكه الصحيه اللي هو فيها. رجعت بالليل لقيت 2000 واحد تحت البيت. احنا مشهورين هناك قوي. في ايه؟ قالوا عم السيد تعبان فوق. طلعت اجري لقيته نايم في السرير ولابس الجزمه ومتغطي. قلت له مالك؟ قال لي عيان. قلت له امتى؟ قال لي لسه لطيف قايل في التلفزيون هكذب الراجل وبقى يقابل الناس على انه عيان. يعني تخيل. والله هو ما فيهوش حاجه. يا اقول لك ناس زمان دي ناس كان دمها خفيف وناس لذيذه بجد. ابراهيم براسكوس كان بيجي لك بورسعيد. يعني حتى بعد ما رجع اليونان جالك بورسعيد ايام ما كنت تلبس القميص الاحمر ده، وكان جه هو وبنته ماريا وجم قعدوا معاك، وحسن فؤاد بتاع بور فؤاد. ايوه حسن امين قصدي، حسن امين بتاع نادي بور فؤاد، وجم قعدوا معاك في زياره ورحت معاهم الملعب بتاع ملعب قناه السويس اللي كان هو بيلعب فيه برضه قبل كده. يا الله. فتجربه براسكوس دي مختلفه قوي. يعني ينفع تجيب لنا الراجل المؤرخ ده؟ ما لقيتش غيره يعني. نعرف كل حاجة. يا الله والله ما حد يعرف الكلام اللي انت بتقوله ده. حصل فعلا كده. عارف الراجل ده انا حبيته اكتر ليه؟ مش هتصدق بقى. ليه؟ براسكوس شبه فريد الأطرش. تصور. وانا فريد الأطرش ده في حياتي موضوع تاني خالص. انا اتغديت مرة في بيته وتعشيت مرة مع عبده نصحي. الله يرحمه. الله يرحمه. لأنه هو بقى زملكاوي. كان أهلاوي. فسألوا كابتن صالح المايسترو مين من المطربين يعجبك يعني فريد الأطرش؟ قال لهم لا عبد المطلب. هو قال عبد المطلب، راح الراجل رايح على نادي الزمالك بقى زملكاوي. زعل. بس كان أسطورة يعني. أغانيه كده أحس إن هي بتاعتي. أيوه. وبعد الناس يسمعوه يعني والناس حبته، عملت له يعني شعبية أكتر من شعبيته كمان. أيوه. من حبي فيه. وانت ما تسمع اغاني تحس ان هي بتاعتك، منطبقه عليك. جميلة. حقيقه. وبحب يعني عبد الغني السيد جدا، بحب عبد المطلب جدا. انا قدام انا اموت في عبد العزيز محمود. الناس القديمه دي انا بعشقها، بعشق القديم كله. الحمد لله يعني انا مش محتاج من حد حاجه. الكرسي ده لا يعنيني بشيء. انا مسكن 20,000 واحد في بورسعيد عن طريق المحافظين، ومعالج 1000 واحد على نفقة الدولة، وكل واحد رايح الجيش بيكلمني عشان اوصي على ابنه. فانا خادم الدنيا كلها ومشغل ناس كتير وعملت، وخلاص بقى عندي 75 سنة وقربت اموت يعني. الفيلم خلص. ويمكن مراتي بصراحة يعني هي ست محترمة جدا، وهي اللي ربت ولادي، ولدين كويسين جدا جدا جدا. قالت لي من يومين، حلمت لي حلم هي حلوة قوي، هي مبسوطة منه. قالت لي انت شفتك مسافر وناس كتير بتودعك. قلت لها شكرا.
متشكرين. عرفت ان انا هضرب غطس هموت. قلت له يا ودعني. تخيل. فانا يعني انا سعيد النهارده طبعا جدا، وبشكركم على مجيئكم ليا، يعني دي بالنسبه لي حاجه مشرفه. احنا اتشرفنا والله. وبعدين اشربوا حاجه.